لسه فاكر فاطمه يا خضر؟ ما تتنسيش يا عيسى، ما تتنسيش. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. أنا خالد أبو العز، ودي النظرية بتقول. مسلسل العتاولة عكس مسلسل المداح اللي اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت. كاست تمثيلي من نجوم الصف الأول، تمثيل حلو إلى حد ما، إبهار بصري، إنتاج سخي ومتكلف جدا بس مش مستغل صح، وأفكار ضعيفة وكتابة سيئة وحاجات حرام كتير وعدم مراعاة لضوابط الشهر الكريم. المسلسل كعادة مسلسلات كل سيزون رمضاني بيقدم حاجات حلوة منفصلة جوه حاجات وحشة كتير. ومن الحاجات الحلوة دي هو أداء باسم سمرة وأداء طارق لطفي، وأخيرا الخط الدرامي الوحيد المداري واللي محدش بيلعب عليه صح، وهو فاطمة أخت عيسى الوزان ومرات خضر الأولى. الحكاية اللي اتذكرت على الهامش في آخر حلقة في الجزء الأول وفي أول الحلقات في الجزء الثاني، اتذكرت بشكل غامض بدون فلاش باك لشخصية فاطمة أو صورة ليها أو فرشة للأحداث. فاطمة هي كلمة السر، كلمة السر في خلاف العتاولة وعيسى الوزان. عمر الخلاف بينهم ما كان على رغبة في الانفصال بسبب التوبة أو التبطيل، ولا كان خلاف على فلوس ولا خناقات شوارع. الخلاف كله كان قايم على شبهة قتل فاطمة. الحدوتة ليها روايتين اتقالوا في المسلسل، الأولى والمعروفة للناس وهي إن فاطمة انتحرت بدون سبب معلوم وفي ظروف غامضة. اختك وامك عملوا ايه في اختي؟ لعلمك فاطمه ما تموتش نفسها ابدا ابدا. رغم حب خضر ليها ورغم إن حياتهم كانت مستقرة. والحدوتة التانية اللي اتذكرت على لسان شادية في الحلقة الأخيرة في الجزء الأول إن فاطمة حملت بشكل غير شرعي من حد مجهول وراحت لحماتها سترة تستنجد بيها. فاطمه جات لي قالت لي ان هي حامل، كانت خايفه لو انت عرفت ان انت تموتها. امي كانت عاوزه تساعدها بس انا رفضت، والله العظيم انا رفضت. وعلشان سترة ليها نصيب من اسمها حبت تستر عليها عن طريق إنها تجهضها هي وشادية، فبتموت فاطمة هي والجنين بسبب النزيف. بس تفتكر في حاجة من الحكايتين دول حقيقية وحصلت فعلا، ولا في حكاية تالتة خالص؟ الشك دايما بيشل تفكير البني آدم، بيخليه محتار بين حبه للشخص اللي شاكك فيه وبين رغبته اللي معلهاش أي دليل في الانتقام منه. وده يفسر ليه دايما عيسى متناقض في مشاعره ناحية العتاولة، صداقة وحب وفي نفس الوقت تحدي وغل مستخبي في قلبه بيخلي الحب ما يدومش وبيشجعه يأذيهم في كل مرة. الحكاية النهاردة برضو ليها نظريتين. النظرية الأولى إن فاطمة ما كانتش خاينة ولا حاجة، لكن خضر كان نسخة أسوأ بكتير من اللي هو عليها دلوقتي. هتقولي هو كان في أسوأ من كده؟ هقولك خضر ما كانش حرامي وسكري وبتاع ستات بس. خضر كان عنده مشاكل في التحكم في الغضب، مش مشكلة نفسية جات لوحدها زي ما انت متخيل، بس خضر كان مدمن في مرحلة متأخرة أيام جوازه من فاطمة، وده سبب له سلوكيات عدوانية وعنيفة ونوبات غضب حادة. في مرة من المرات استفزته فاطمة وقلبت عليه المواجع، وقعدت تحذره من الحرام اللي لازم يبطله، وقعدت تلومه وتجلد له ذاته لحد ما انفجر بيتعاطى الحاجات اللي بيحبها. وهي كانت طالعة تنشر الهدوم وشافته، وكالعادة قعدت تسمعه المحاضرات أو اللي بالنسبة له هي محاضرات فارغة، فحدفها من فوق. وطبعا كان لازم أهل بيته يستروا عليه، نصار وسترة وشادية خبوا الحكاية والموضوع. اللي انا عيسى الوزان بجيب حق الخلق تما، ما عرفش اجيب حقها. وبان إن فاطمة حدفت نفسها من فوق، وبعدها دي كانت الصدمة اللي فوقت خضر وخلته يبطل. حس فعلا إن مساوئ الإدمان أكتر بكتير من منافعه، فقرر يبطل تعاطي. أكيد مش هيبطل كل الحرام، تعرف خضر لو بطل الحرام كله يتحرق. بطل خضر في البيت، حبس نفسه ونصار ساعده وجاب له دكاترة في السر ومشيت على خير. ولما عيسى حاول يقرر شادية كانت مستحيل تجيبها في خضر، فجابتها في نفسها وأمها، لأنهم من زمان كانوا متفقين على الاعتراف الوهمي ده لو اتزنقوا في يوم. طبعا عيسى لحد اللحظة اللي شادية فيها قالت له الكلام ده هو مش مصدق، ولكن هو صدق إن شادية وأمها هما اللي موتوها بسبب الغيرة على خضر. عيسى بيجهد شادية كنوع من الانتقام وبيموت سترة، وده السر اللي محدش عارفه.
محدش من العتاولة يعرف لحد دلوقتي إن هو اللي موت سترة. أمال أنت فاكر سترة ماتت فجأة كده إزاي رغم إنها كانت سليمة وصاحية وبتلعب؟ فوق يا عم كده ما تضحكش الناس علينا. ودلوقتي نيجي للنظرية التانية والأقرب للتنفيذ في المسلسل في الحلقات الجاية أو في الحلقة الأخيرة، وهي إن فاطمة لسه عايشة. ما تستبعدش أبدا إنها عايشة، وهتظهر في الحلقة الأخيرة بممثلة تقيلة كضيفة شرف، سواء بقى منة شلبي أو منى زكي أو نيللي كريم أو حنان مطاوع أو هند صبري أو أيتن عامر أو مي عز الدين، وهتكون الباب للجزء الثالث، عادة حلب واستثمار النجاح لغاية ما يفتتن. طب إزاي فاطمة عايشة وراحت كين؟ في النظرية دي فاطمة فعلا خاينة، خانت خضر مع شاب أصغر منها عشان خضر كان غرقان في الموبقات بتاعته، فهي حبت تكيده وتبقى وحشة زيه. هي ما كانتش حابة إنه يعرف، بس كانت حابة تكيده في عقلها وتثبت لنفسها إنها أخدت حقها منه، لأن فيها طبع ندية زي أخوها عيسى، واللي ما كانتش مستعدة له حصل. خضر عرف إنها فعلا خانته، بس ما عرفش مع مين. عرف إزاي؟ شاف حاجة متصورة بس ما كانتش ظاهر فيها الشخص اللي خانته معاه. وفي أيام سمعتها ملت الشارع، الشبهة زادت فهربت. وخضر عشان ما يظهرش بمظهر الزوج المخدوع العاجز قدام الناس، قدر يجيب جثة متفحمة لوحده، وركز مش هو اللي فحمها، وقال قدام الناس إن فاطمة ولعت في نفسها. فأصبح المؤكد قدام الناس إن فاطمة ولعت في نفسها، والباطن حسب الشبهة عند الناس إن خضر هو اللي فحمها عشان ينتقم لشرفه. واندفنت الجثة مكان فاطمة، وفضل عيسى على عماه. راحت وخدت سرها وياها وسابتني في وجع يا اخي. مش عارف إيه اللي حصل، وما وصلهوش موضوع سمعتها لأنه ما كانش عايش في نفس المكان معاها، ولكن فضل مش مصدق إن هي اللي ولعت في نفسها. طب عارف فاطمة خانت خضر مع مين؟ جيلي فوكس، أو زي ما بتقوله عدولة جيمي فوكس. أنا عايز أقولك إني حاسس بالذنب إني بتكلم عن خيانة وجرائم شرف وحاجات من دي، لأن مش المفروض ده اللي يتوظف في الفن، ولكن المنتجين والمؤلفين والمخرجين مسابولناش خيار تاني، وما قدمولناش أعمال نظيفة بتراعي حرمة الشهر. حاولت على قد ما أقدر ما أقدمش النظرية بشكل رخيص أو فيه إسفاف أو ابتذال، ولو كنت أقدر أحسن من الأحداث أكتر عشان أتجنب أي انحدار أخلاقي كنت عملت كده. نصيحة مني، ما تشوفش المسلسل لأنه سيء جدا على المستوى الأخلاقي. حافظ على عبادتك وخلي المسلسلات دي آخر حاجة خالص. ما تنساش اللايك والسبسكرايب وترن الجرس وتعمل لي كومنت تقول لي فيه كل اللي جواك. وسلام.